السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم عملت معكم حلوة الجوزة محشية بالكراميل، وكذلك الكريمة جوزية، يعني موس تاع الجوزية. راح نخليها لكم كل الكراميل والجوزية في القنوات، في قوائم التشغيل، وكذلك راح تصيبوها في صندوق الوصف. شوفوا كيف جات معنا من الداخل محشية. روحوا مباشرة للوصفة والمقادير. أجمل ما قيل عن الله: لا تقلق وربك الله، ولا تحزن وأمرك بيد الله، إن الله من اختار لك هذا الطريق. راح نبدأ على بركة الله. راح نعمل معاكم الجوزة بهذا المول اللي يطيب بدون فرن. عندنا 250 غرام، 250 فرينة. عندنا سكر كلاص ماشي معمر كاس. راح ندخل سكر كلاص كالعادة، والعوايد يا الحباب، الزبدة مع السكر كلاص. دخليهم مليح مليح. والزبدة دائما وعادة، والعوايد نديروها يعني درجة حرارة المطبخ. عندنا بيضتين، عندنا الزيت 2 مغارف زيت او 6 مغارف زيت. هكذا وندخلوهم مليح مليح. بعد ما دخلنا مليح البيض كما راكم تشوفوا، انا راح ندير اضافه هذا الجوز ملحي. نتوما ما عندكمش ما ديروش. عندي ملعقه صغيره خميره الحلويات. بطبيعه الحال نجمعوا بالفرينه. الفرينه راني مغربلتها، ديري لافاني. انا درت ليكستري تاع اللوز والجوز. هكذا ونجمعوا كالعادة والعوايد حتى تنجمع كامل معنا وتكون طرية. ونرجع هذه هي. راح نروحوا دوكا مباشرة للفرن. نديرو المول يسخن معنا في الفرن. اول شيء راح ندير كريات صغار هكذا، ما تكبروهمش لانه المول صغير باش ما تخرجش معكم العجينه غير هكذا. من بعد شوفوا المول تاعكم شحال ياخذ. هكذا كريات صغار. والمول او يسخن معنا غير صغار هكذا. هكذا هذا هو المول. درنا الزبده هكذا في الاول فقط، ومن بعد راح نحط هذوك كريات. من بعد شوفوا اذا تصغروا ولا تكبروا. الا خرجوا معكم بزاف صغروهم اكثر، يعني على حسب المول اللي عندكم. هكذا. بعد راح نجيبو هذا وندخلوه هنايا ونضغطو.
وكل 3 دقائق 4 نقلبو هكذا باش طيب معنا من الجهتين. شوفوا ما تزيدش معنا العجينه هكذا، نقلبو حتى تطيب معنا. نشوفوا حماروا معنا، نحوهم. هذه هي الجوزه اللي كنت عملتها معكم. شوفوا اللي قدها. راح نخلي لكم في صندوق الوصف كريمة كراميل، وكذلك الموس الجوزية كنت عملتها معكم العام اللي فات في لي باخكات في المنتدى، راني حطيتهم في المنتدى، وكذلك نخليها لكم في اول التعليق الوصفة، ولا تحبوا تحشوهم بأي شيء نتوما تحبوه شكل. هذا راح نعمروها جهة بالكراميل والجهة الأخرى نعمروها بالموس الجوزية. درت لها اللوز، انا هذه فقط درت لها الجوز الداخل، ضفت لها اضافه، درت لها الجوز داخل الجوزيه مدشش هكذا، ونغلقو على الجوزه. راح نعمروهم باش ما نطولش عليكم الفيديو، ونرجع معكم نشوفوهم في الطبق التقديمي. هذه حلوة الجوزة، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. ما تنساوش تعملوا لنا اشتراك وجيم وبارتاج باش يوصلكم كل يوم جديد مع ليلى.